بعد أسابيع من التكهنات، أكدت كوريا الشمالية أن المرأة الغامضة التي ظهرت إلى جانب كيم يونغ أون هي فعلا زوجته، في إعلان غير مألوف في هذا البلد الذي تكتنفه الأسرار. وقد كشفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن الشابة التي ظهرت إلى جانب كيم مرارا تدعى ري سولجو وهي زوجته، ولم تقدم تفاصيل أخرى تتعلق بالزوجة وتاريخ الزواج أو وجود أولاد. لكن هذا الإعلان يشكل وحده مفاجأة في هذا البلد الذي يعد أحد أكثر البلدان انغلاقا في العالم. ولم تظهر إلى العلن يوما زوجة كيم إل سونغ جد كيم يونغ أون وزوجة والده كيم يونغ إل. وقد اتخذ كيم يونغ أون في الفترة الأخيرة بضعة تدابير ليثبت فعلا أنه يتولى السلطة. ففي منتصف يوليو عزل قائد الجيش وأصدر مرسوما ارتقى بموجبه إلى رتبة مارشال التي لم يحصل عليها قبله سوى جده ووالده. وفي الحياة العامة اعتمد أسلوبا لا يتسم بالتحفظ الذي اتسم به أسلوب والده، فهو يبتسم ولا يتردد من الاستراحة إلى جانب الجنود وحمل الأطفال. وشوهد كيم الذي تولى قيادة البلاد قبل 7 أشهر مع ري في حفل موسيقي وزيارة إلى روضة أطفال وعدة فعاليات أخرى في الآونة الأخيرة، لكن وسائل الإعلام الرسمية لم تشر لها قبل الآن، مما أثار تكهنات على نطاق واسع عن هويتها. ويقول محللون إن هذا الإعلان كان خطوة محسوبة من قبل كيم ومستشاريه، حيث يصيغون صورة للزعيم الذي تولى السلطة بعد وفاة والده. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الحشود وجهت التحية للرئيس وزوجته، وتواجد كبار رجال الجيش ومسؤول الحزب الحاكم أثناء افتتاح كيم لأحد المتنزهات الجديدة.